اليوم درو ماكادم ساحر يقرأ الأفكار ويمارس أعمال توقع وسحر ذهني. تستند أعماله إلى قدرات نفسية حقيقية طورها كمستجوب عسكري. بدأت مسيرتك كمستجوب عسكري، هل يمكن أن تخبرني عن ذلك بقدر ما يسمح لك بذلك؟ نعم طبعا، كنت موظف استخبارات في الجيش البريطاني، وإن ذكرت الاستجواب للناس فسيفكرون في أغطية الرأس السوداء، الضجيج الأبيض والمواقف الموترة، لكن الحقيقة هي أنه هناك طرائق أدق لمعرفة المعلومات، وهذا ما يهمني. أخبرني ماذا يكمن في قلب الاستجواب الناجح؟ الخديعة، حيث أقنع الشخص الآخر بأنني أعرف أكثر مما أعرف حقيقة، وهذه هي الحيلة. حسنا. حيث تجلس وتقول له إنك هنا لتؤكد لنا كل ما نعرفه مسبقا، نعرف كل شيء، وحتى إننا نعرف لون سجادة قائده، فنقول إنها زرقاء، صحيح؟ فيفكر في أنه لا جدوى من قضاء ساعات معي، وأنا أعرف هذه المعلومة الدقيقة حتى. لذا يمكن لأي معلومة صغيرة أن تحمل قيمة أكثر مما تعتقد، لذا فأنت تخدعهم وتجعلهم يفكرون في أنك تعرف أكثر مما تعرف في الواقع، والنتيجة النهائية هي أنك تحصل على كل شيء تحتاج إليه. وكيف تستخدم التقنيات التي حصلت عليها من خدمتك في الاستخبارات العسكرية في عملك اليوم؟ أخبرني. عندما أكون على المسرح يجب أن أكذب على الجمهور مباشرة من دون أن يرف لي جفن، لكن يجب أن أحصل على معلومات منه أيضا بدون أن يدرك أنني أحصل على تلك المعلومات لأعيد صياغتها وأعيدها إليه. إنها الأشياء نفسها إذن؟ التقنيات نفسها. تستعملها للتسلية وليس لإنقاذ العالم. بالضبط. ولنشهد على مهارات درو في كشف الكذب، جمعت بعض المشتبه فيهم لاستجوابهم. حسنا، أنا DMC، أنا هنا اليوم مع درو. أمضى درو عدة سنوات في الاستخبارات وكان اختصاصه الاستجواب. هل يمكنكم التأكد الآن إن كانت هناك أي مرايا أو أي ما يزودنا بالمعلومات؟ هل أنتم راضون؟ حسنا، سنعطي كل منكم بعد قليل بطاقة وقلما، أريدكم أن تكتبوا عليها اسم علم لشخص غير واضح وغير قريب منكم، وربما ليس فردا مباشرا من العائلة، بل صديقا قديما لا يمكن أن نعرفه. هذا قلم لك، وقلم لك، وقلم لك. شكرا. ورقة، ورقة، ورقة. يمكنكم أخذ الأوراق وكتابة الاسم الذي طلب منكم DMC التفكير فيه، وبعد أن تنهوا ذلك أعيدوا أغطية الأقلام إلى مكانها. أبقوا ما كتبتموه مخفيا دائما، ومرروا الأوراق بهذا الشكل إلى الرجل الأول. أنت تحمل الأوراق الآن، هل يمكنك أن تخلطها من أجلي رجاء؟ لا نعرف الآن إذن ماذا كتب كل شخص. شكرا لك. سأختار بعد قليل ورقة وسأريكم الاسم المكتوب على تلك الورقة، وسأسألكم إن كان شخصا تعرفونه. تجيبون بالنفي، أسواء تعرفونه أم لا؟ الجواب المطلق هو لا، ما يعني أن أحدكم يكذب. تكمن مهمتي في معرفة من منكم يكذب. الاسم الأول الذي لدينا هو دانيال. هل هذا هو الشخص الذي تفكر فيه؟ لا. هل هذا هو الشخص الذي تفكرين فيه؟ لا. هل هذا الشخص الذي تفكر فيه؟ لا. مجددا، أهذا هو الشخص الذي تفكر فيه؟ لا. هل هذا الشخص الذي تفكرين فيه؟ لا. هل هذا الشخص الذي تفكر فيه؟ لا. ما يحصل غالبا عندما يكذب أحد ما أنه من المستحيل أن تنظر إلى عيني الشخص بينما يكذب، وما يفعله هو فعل العكس بشكل مبالغ، وشخص واحد فقط ظل يحدق إلى عيني طوال ذلك الوقت، وهذا الشخص هو أنت. هذا ما كتبته. أحسنت، نعم. هذه المرة الشخص الذي ننظر إليه هو
آريان. فلنحاول شيئا مختلفا بعض الشيء ولنتمكن من سماعكما كما ينبغي. قولا لي تباعا: لا أعرف هذا الشخص. لا أعرف هذا الشخص. لا أعرف هذا الشخص. مرة أخرى: لا أعرف هذا الشخص. لا أعرف هذا الشخص. كان هناك تغيير في الصوت عن المرة الأولى، كما أننا رأينا عبوسا خفيفا. هذا ما فعله بيل كلينتون بالضبط عندما قال إنه لم يقم علاقة مع مونيكا لوينسكي، وهذا ما فعلته بالضبط توا. يا للعجب، صحيح. لقد اكتشفتم كيف من الممكن أن تقرأوا لغة الجسد الخاصة بالناس والتعبيرات الصغيرة والإشارة غير اللفظية لمعرفة عندما يكذبون. DMC